مش معنى انك بتجتهد في حياتك يبقى هتوصل للبركة زي ما بتتمنى. في حاجات كتير احنا بنبقى عايزينها في حياتنا، حلو، بنبقى فاكرين بقى ان الطريق الوحيد اللي هنوصل للحاجة دي الاجتهاد، وده نوعا ما صح. بس بنغفل لأهم سر في الموضوع كله، ان مش كل اجتهاد هيوصلك. في اجتهاد، في حاجات هتجتهد فيها في حياتك مش هتوصل ليها في نتيجة. طيب هل ده معناه ان تعبها راح على الارض؟ لا، بقى هنا الموضوع الغريب، ان انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، ده اتحسب في ميزان الوزنات بتاعك، ان انت عملت اللي عليك بالامكانيات اللي ربنا اداها لك. طيب هو ايه اللي بيحصل بقى غلط بيبوظ المعادلة كلها؟ بص يا سيدي، اول حاجة ان احنا مش بنعمل اللي علينا، ده جزء كبير وليه طرف كبير في المعادلة. ان تلاقينا قصرنا لغاية اخر فترة ما عملناش اللي علينا، وده نوعا ما مقبول لان دي طبيعتنا كبشر، ان في حاجات مش هنقدر ان احنا نتحكم فيها بشكل كامل. بس احنا كنا مقصرين، كنا متفقين ماشي، ودي نقطة مش ضدنا، دي هتخلينا نحل المشكلة بعد كده. طيب تاني حاجة، في ناس بتجتهد وتعمل اللي عليها بس ما بتوصلش، دي الفئة بقى اللي هنتكلم عليها النهاردة. تمام؟ معنى انك اجتهدت وعملت اللي عليك، هل بالضرورة انك توصل؟ انا كنت فاكر كده زمان، بس اكتشفت نقطة غريبة جدا، ان انا في حاجات سعيت ان انا اوصل لها وربنا مش رزقني ان انا اوصل للحاجات دي. كنت بتمرد بقى واقول ليه يا رب واشمعنى انا؟ طب ما انا عملت حاجات حلوه كتير، اشمعنى ما اوصلش انا للحاجه الحلوه دي؟ مع اني عملت اللي عليا وبذلت المجهود المطلوب عشان اوصل للنتيجه. بالعقل والمنطق كلامك صح جدا. بعد فتره اكتشفت حاجه غريبه كده، بدات تخليني افكر بشكل مختلف تماما، ان في واحد تاني عمل كل حاجه زيي وما وصلش، وفي واحد تاني تالت بقى عمل حاجات اقل ووصل. ايه ده بقى؟ المعادله مش موزونه ولا ايه؟ لا، احنا بننسى حاجه مهمه قوي، ان الحاجه اللي احنا عايزينها احنا ما نعرفش ان هي رزقنا فعلا اللي هيبسطنا ولا لا. ممكن يبقى رزقك اللي هيبوظ كل عيشتك. موافق تاخده؟ بنسبه كبيره بنقول لا. فعشان كده انا جاي اقول لك نقطه، في اوقات كتيره هتعمل اللي عليك، بس مش شرط بعد ما عملت اللي عليك توصل. ده مش بسبب ان ربنا نوعا ما مش ليه حكمه في حياتك، لا، هو بسبب حكمته اللي في حياتك مش هتوصل. انا قعدت 4 سنين على فكره في المعاناه دي عشان بس استوعب نقطه زي دي. كنت بمشي في تفكيري للنهايه. طيب فرضا انك مشيت في الطريق اللي تمنيته، حلو، الطريق اللي تمنيته ده هيوصلك للنتائج الكويسه اللي انت فيها دلوقتي؟ الغريب ان انا في كل مره كنت بقول لا، ان مش هيوصلني لكل الكويس اللي انا فيه دلوقتي. وده خلاني ادرك حاجه غريبه قوي، ان مش كل حاجه هختار اللي انا اعملها ربنا يوفقني فيها. مش عشان ربنا ظالم، علشان ان في حاجات انت ما تدريش عنها حاجه، هي مش رزقك. دي نقطه تانية، ان هي لو بقت رزقك انت هتاخد على دماغك بشكل يخليك متضايق من ربنا اكتر بكتير. لو ما لا، اللي هو يا رب ليه انت اديتني الحاجه دي؟ هو انت مش كنت اللي بتطلبها؟ يعني اديك اللي انت عايزه ولا اديك؟ علشان كده لما فهمت ان ربنا بيبقى دايما ليه خطة اجمل في حياتي، بدأت ان انا اسلم بشكل وانا مبسوط منه شوية، ان انا مش لوحدي، وان انا في يوم من الايام هوصل اللي انا عايزه بطريقة او باخرى. انا واثق في العملية، ان العملية الالهية اللي في حياتي دايما عادلة، فمهما يحصل انا واثق في العادل اللي بيحرك العملية. هي محتاج بس شوية انك تختبر ربنا في مواقف كتيرة ان هو كان معاك فيها وتدون الحاجات دي، لان الحاجات دي هي اللي هتديك عارف اللي هو ايه، تخليك واثق من ربنا ان هو فعلا كان الشخص اللي عمره ما سايبك في كل مرحلة في حياتك. ده لدرجة يا راجل ان حتى الحاجات اللي كنت بتتألم فيها ما كنتش هتطلع بالدروس. في تجربة دكتور في جامعة عملها، قال للناس مين منكم يتمنى يشيل كل الحاجات الوحشة اللي مر بيها في حياته؟ 90% من الناس اللي في المحاضرة رفعت ايديها. طبعا يا باشا، عايز اشيل كل الوحش. طيب
قال لهم نفس الناس دي مين يختار ان هو يشيل المواقف الوحشة اللي في حياته اللي بسببها اتعلم كل حاجة كويسة جت بعدها. الغريب ان كل الناس بلا استثناء نزلت ايديها. والدكتور قال لهم حتة جميلة قوي في الموضوع دي، ان كل الوحش هو وحش في دلوقتي، ودلوقتي دوت لو انت عايش فيه هيسجنك. يعني ما استمتعش باللقطة واسعة، لا مش كده. انت بتعمل دلوقتي بس دلوقتي بتعمله وترميه. طيب اللي بيحصل بقى للناس اللي بتتألم بيكونوا عايشين في حاجتين، لا اما عايش في الماضي ومتضايق وكل حياته بايظه لان الماضي ما كانش زي ما هو نفسه انه يحصل، تمام؟ ده لو حصل في الماضي. او ان هو حصل ان هو ماشي في المستقبل ان هو متضايق ان كل حاجه هتحصل في المستقبل هتبقى بالشكل الرخم دوت. الاتنين بيبقوا متضايقين، واحد عايش في الماضي واحد عايش في المستقبل. طيب هو مين اكتر واحد كان مبسوط فيهم؟ هما الكل. الشخص اللي عارف يتبسط بدلوقتي، لان دلوقتي مش بتعوض، الماضي مشي والمستقبل هو فكره. في كلا الحالات اقول لك على حاجه تصدمك، احنا بنعيش في الماضي او المستقبل عشان بنعيش في الماضي او المستقبل عشان الحاضر مش قادرين نمسكه، مش قادرين نتلم على نفسنا ونتبسط فيه. مع ان لو بصينا حوالينا في ناس ظروفها اسوأ مننا مليون مرة، ومع ذلك ربنا اداها القوة والعون واداها السلام الداخلي ان هي تعدي كل ده. هو مش غريب ان ربنا يبقى مع الناس وسط الضيقة؟ مش غريب، بس شرط بسيط ان الناس دي تطلب ربنا، لان مش كل الناس هتطلب ربنا. علشان كده مش كل الناس هتعرف توصل للسلام وسط المشكلة. سامعين الصوت؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. المهم، هتعرف تتبسط لما تقرر ترمي امبارح وتسامح نفسك عليه وتتحرك لبكرة وانت معاك ربنا. ربنا هو اللي هيطبطب على امبارح ويخليك تفهمه، وهو اللي هيديك رؤية للمستقبل عشان تتحرك ليه. وعشان تفهم تأثير البركة في حياتنا اللي هو طلعنا براه تقريبا، البركة هي انك تسيب المساحة لربنا انه يشتغل في حياتك، تجتهد وتعمل كل عليك، بس تبقى فاهم حاجة واحدة، ان مش انت اللي شايل الكف على دراعك، مش انت اللي شايل الحمل كله على دراعك طول الطريق، لا مش انت. وكل يوم تقول لك نفسك ان انت اللي بتعمل كده، لا معلش، يعني احنا عارفين ان احنا في ثانية الدنيا بتتخرب وفي ثانية ربنا بيصلحها. فممكن تيجي على نفسي يا نفسي انت يا قروبة يا اللي بتطلعي لي وقت المصايب، انت ما تطمنيني في وقت الضيق والازمات، بس هي هتديك باللي انت بتخزنه لها. انت لو بتخزن لها بركة هتطلع لك كل البركة في وقت الضيق ووقت اللي انت محتاج فيه سلام. لكن انت مش عارف تقعد معاها، ازاي هتوصل لها البركة والسلام اللي يخليك فعلا فعلا قادر تسامح امبارح تتحرك لبكرة؟ بس كده، سلام.